قضايا امور تخدم البلد، ولكن للاسف الشديد على ما يقول وزاره الماليه وناس غير مؤهلين لدراسه واقع حال الصناعه والمعادن. نحن شركات وزاره الصناعه والمعادن وشركات التصنيع العسكري لدينا من مشاكل كثيره، كنا نطالب منذ فتره بهذه المشاكل مساعدين بهذه الدوله ما تمر من ازمات اقتصاديه وازمات ماليه، لكن للاسف الشديد هذه المطالب حبر على ورق. عده مرات نطلع بتظاهرات يوعدون بوعود كاذبه، يوعدون بوعود غير منطقيه، ونتعاطف مع الموضوع، لكن هالمره اصبح مثل ما يقول قلت العرب وصلت للعظم من توصل لراتب الموظف. بالمناسبه رواتب شركات التمويل ذاتي هي ابسط رواتب الدوله العراقيه، يعني راتب 300 و400 هذا مو راتب من وضع اقتصادي ووضع معيشي اليوم بالبلد المظلوم. من تمشي عليه قرار سلم الراتب بدل ما ينطيه بدل ما يحفزه انه بيقسم الراتب بس. يحكي لي بالتقشف، موضوع التقشف مو انا السبب فيه، انت لو من البدايه حاط ايدك بايدي كصناعه وطنيه، حاط ايدك بايد بالزراعه وحاط ايدك بالسياحه وحاط ايدك بكل المقررات اللي احنا كتبناها ودراسات المشاريع، كان الحال افضل وافضل. لكن للاسف الشديد انت واسيادك وذيولك راضي بذله العراق، نقول لك هيهات من الذله، ولا انت ولا غيرك ممكن يذلنا. خرجنا اليوم نطالب بمجموعه مطالب. اولا الغاء سلم الراتب المشرف الجديد. سلم الراتب طبق على الطبقه الفقيره، الطبقه العامله، ما طبق على الدرجات الخاصه والدرجات الاولى. اتحدى رئيس الوزراء اذا يقدر يمس راتب برلماني واحد وليس 250 ألف موظف اليوم خرجوا مطالبين بأبسط الحقوق. الراتب حق، الهوية حق، الاعتراف بالصناعة العراقية حق. نحن من أثبتنا للعالم كله في عام 1991 قادرين أن نفعل كل شيء، لا ترجعون لأيام مظلمة ونشاهد بذلك الأيام. عليهم مازن جندي، ناشط مدني. يلا يلا يا اخوان، شيخنا هناك. الله يبارك فيك، الله يخليك. بس كفله ما اعرف.